انها كانت آلية للخصخصة، انه المشروعات العامة تتباع من خلالها، وللأسف مش بس للمستثمرين المصريين انما للأجانب، ولا زالت بعد حتى ما خفوا تضاريس الخصخصة لا زالت بتمثل وسيلة أساسية للاستحواذ على حصص مؤثرة من المشروعات اللي أسهمها بتتداول في البورصة. ده حصل في سنة 2009 و2010. لافارج اللي هي مستحوذة اوريدي على سوق الاسمنت في مصر اشترت حصة رئيسية من اوراسكوم اعتقد في 2009. في 2010 تمت عمليات استحواذ. في 2011 من بعد الثورة زي ما بقول ان الاجانب خرجوا من التداول اليومي، لكن لما بيضاف الصفقات بتلاقيهم ما خرجوش، وبالتالي ركزوا على انهم يستحوذوا على حصص مؤثرة في مشروعات من اللي اوراقها من اللي اسهمها بتتداول في البورصه. ودي خطوره الموضوع، لانه ايضا مصر مش حاطه اي قيود من اي نوع على اي مستثمر من اي جنسيه، وبحط 10 خطوط اي جنسيه انه يخش البورصه ويتعامل فيها ويشتري ما يريد، ما لم يكن المشروع ده نفسه في نظامه الاساسي انه لابد انه يكون مملوك لمصريين فقط، يعني الشركه نفسها اللي يكون نظامها الاساسي كده. ما عدا ذلك اي شركة متداولة في البورصة مسموح لأي حد من أي جنسية انه يرتكب إسرائيلي صهيوني لأن مصر داخلة في اتفاقية تحرير الخدمات المالية من أوائل الدول اللي وقعت عليها سنة 97، وجداول التزاماتها فيما يتعلق بالبورصة لا يوجد أي منع. تبص على الجداول كده في أي حاجة في تحفظات لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد موافقة اللي يجي البورصة ويخرج يعمل مبادئ. هقول لحاجتين